يومين اللي فاتوا دول ظهر ظاهرة غريبة قوي عند بتوع الملابس. احنا نجحنا بقى بص بقى الربع. والظاهرة دي بتدل عن وجود وباء جديد، والوباء ده غير مبشر بالمرة، وليه عدة أعراض غريبة قوي. وأنت بتقلب في التيك توك لو حسيت بأي تلوث سمعي اعرف إن أنت كده في خطورة. لو حسيت ان انت محوط ما بين مخلوقات غريبه تعرف ان ده اعراض الوباء. انا بهزر يا برو، بس يعني انا حبيت اعمل حاجه تشدك. ليه انا مسحت كل الفيديوهات اللي على القناه القديمه؟ اقول لك بس الكلام ده في اخر الفيديو عشان المقدمه ما تطولش. انا في فيديو النهارده داخل اخد جوله عشوائيه عند بتوع الملابس. ويلا يا شباب كمان ليتس انا مش بتاع بصل ولا بتاع خضار، بس وقعت قدامي صفقة بصل وهبيع الكيلو ب3 جنيه. احي ازاي طيب يعني؟ عارف كيلو البصل عامل كام؟ ها كيلو البصل ب 40 جنيه، وحرفيا بقى سعره بيتكاثر مع زياده الدولار. فما تفهمش يعني، تفهمش ده نوع نادر من البصل ولا ايه؟ بس انا لاحظت حاجه غريبه قوي وانا رايح اشتري بصل لامي. فالمهم لقيت في البصل الاحمر ب 35 جنيه والبصل الذهبي ده ب 40 جنيه. يعني اتمنى انت لو تفهم ايه الفرق في الامكانيات يبقى قول لي في الكومنت، عشان انا بجد متزاول من ساعتها يعني.